حاجه لنفسك وتعمل حاجه لعيلتك. في الاخر زي ما اسامه قال لك وابو جاسم قال لك 36 سنه عمرهم ما وصلوا دور 16. النهارده بيعملوا تاريخ لهم وللمغرب. عشان كده اللعيبه دي لازم نرفع لها القبعه. وانا واحد من الناس لازم اقول ياسين بونو ده انا واحد من الناس اللي بتربطني بيه علاقه كبيره وشخصيه هاديه ومحترم فوق متصور. عشان كده ربنا بيكرمه ان هو النهارده يصد ضربات الجزاء بالطريقه دي. يبقى في حاجه الراجل ده بينه وبين ربنا، في حاجه ان هو بيشتغل، حاجه تربطه بينه وبين الحراس مرمى اللي معاه، حاجه كويسه تربطه بين المدرب اللي هو مجهز الثلاث حراس مرمى، حاجه تحسب للكابتن وليد ان هو مجهز ال 23 لاعب. انت بتلاحظ اللاعب اللي بينزل زي اللاعب اللي جوه. مفيش النهارده 6 تغييرات 5 تغييرات، مفيش واحد بيزعل، مفيش واحد بيتضايق. ده يعرفك ان ده منتخب ان شاء الله يوصل، مش هقول المباراه اللي قبل النهائي، يوصل المباراه النهائيه ده على نفس الاداء ده وعلى نفس الترابط والروح والتشجيع اللي انا شايفه في الاستاد النهارده من الجمهور المغربي. انا النهارده وطالعه قاعدين بنغني مع الجمهور، بنرقص مع الجمهور. انا النهارده زوجتي ام ياسين بتشجع معايا وقاعدين نغني الاغاني المغربيه فرحانين. صراحه انا واحد والله انا افتخر ان في منتخب مغربي عنده الروح والاصرار دي، وكلنا وكل الشعب والوطن العربي كله والشعب المغربي ان شاء الله هندعي لهم لغايه ما يوصلوا المباراه او الهدف بتاعهم اللي هم عاوزين يوصلوا له. الف مليون مبروك مره ثانيه للوطن العربي والشعب المغربي، ويا رب مزيد ان شاء الله من التالق والنجاح ان شاء الله المباراه النهائيه. بنتكلم على الحارس المغرب اللي استطاع ياسين بونو ان يصد 3 ركلات جزاء وغير غير تفاعله في المباراة وتصديه الآخر. أنا النهاردة اتفرجت على تسخينه هو نازل الملعب. أنا حارس مرمى بحس بالحارس اللي قدام، ممكن أبص على وشه. تسخينه وتركيزه في التسخين هو الحراس اللي معاه، مش هو لوحده. تحس إن في ترابط بينهم وبين بعض. كل قراراته في الماتش النهارده يمكن ما عدا يعني الكره يمكن رجعت له هو شاطها بطريقه، بس ده عادي. بس التركيز بتاعه التدريب بتاعه يعرفك ان هو جاهز. كل الكور اللي جات له النهارده في المباراه صراحه اتعامل معاها بمستوى عالي قوي قوي. يستحق ان هو ياخد احسن حارس مرمى في اسبانيا، ويستحق اكتر ان هو يصنف من حراس مرمى على مستوى العالم بالاداء اللي هو بيشتغله كله. يمكن هو لما غاب مباراه عادي رجع كان متالق. النهارده نفس الشيء بيثبت، بيتالق في 3 ضربات جزاء، بيعمل حاجه كده على خط المرمى دي ما يعملهاش الا ان كان حارس مرمى عنده سرعه رد فعل، عنده القرار جاهز، حركه رجله بتروح في اتجاه الكوره، بيبص على اللاعب. بالذات في الكره اللي هي يمكن الثانيه او الثالثه بتالي ضربه الجزاء الثانيه او الثالثه اللي هم لو يعني بعد ما يخلصوا الاحتفالات يجيبوها لنا. دي تعرفك ان هو لياقيا ذهنيا بدنيا ان هو جاهز لاي حاجه تيجي عليه في المرمى بما فيها ضربات الجزاء. بقول له مبروك، بقول له زمايله مبروك، بقول له مدرب حراس مرمى مبروك لكل زمايلك، وان شاء الله مزيد من التالق ان شاء الله. العلاقه جيده جدا بين سيرخيو راموس واشرف حكيمي، وهذه التغريده كانت يوم ما اقصى لويس انريكي سيرخيو راموس من اللائحه. صح. حكيمي يعتقد بان سيرخيو راموس كان عليه ان يتواجد في المونديال. بالنسبه للويس انريكي الموضوع واضح. سيرخيو راموس اسطوره، عشان تيجي وتنزله في الاحتياط صعب جدا، لأن سيرخيو راموس عنده صحافة كبيرة تسانده، فلويس انريكي ما راح يقدر يشتغل على راحته. ما تقدر تخلي سيرخيو راموس في الاحتياط باستمرار. لو كان سيرخيو راموس من الناس اللي حيجي الاحتياط ويسكت 3 مباريات والله سيكون في اللائحة. لكن حتى لويس انريكي يظل على تركيز المجموعة، يودي فقط اللاعبين اللي حيكونوا معاه. قال لا، أقصي سيرخيو راموس من المجموعة وحذهب بالمجموعه اللي موجوده. لكن وزن سيرخيو راموس صعب جدا في اسبانيا، عنده تاريخ كبير، من الصعب جدا تخليه في الاحتياط. بس سناء من المغرب، تفضلي سناء. السلام عليكم. السلام يا سناء، والف الف مبروك الفوز.
الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، وإن شاء الله فوز مبارك للمغرب ولكل الدول العربية والإسلامية والأفريقية كذلك. تستاهلون. شكرا أخي خالد الجاسم، شكرا لكم وشكرا جميعا لكل كل ضيوفك الكرام، الأستاذ أشرف، الأستاذ أسامة، الأخي الأستاذ رواس، الأستاذ شيباني، كلكم جميعا. تحياتي لكم، تحياتي لأنكم أساتذة كبار، فشكرا. كنت نتابعكم يوميا، وشكرا لتشجيعكم المنتخب المغربي وكل المنتخبات العربية. كونوا أكيدين هذا الفوز مش فقط للمغرب لكن هو فوز لكل العرب. تحياتي للأمير تميم، شكرا جزيلا لكل الحكام العرب، كل إنسان ساند المنتخب المغربي اليوم. تحياتي لك خاصة الأستاذ أشرف بن عياد. اليوم فعلا في المقابلة مع أعتقد لاعب مرابط، فعلا حسيت ذاك الموقف، بكينا كلنا صراحة، بكينا لما شفناك عنقتيه وبكيتي. فعلا حسينا بأنه فعلا المغاربة اليوم حسوا بكم وعرفوا بأن المنتخب المغربي عمل مجهود كبير كبير كبير. برافو لوليد الدرقرابي، برافو لكم كاملين، شكرا كثير على مجهوداتكم كاملة. تحياتي لكم، وإن شاء الله المغرب والمنتخب المغربي يرفع راسكم بإذن الله. تحياتي لكل واحد منكم، جنود الخفاء اللي بيعملوا مجهود كبير، المراسلين، كل جنود الخفاء وين ما كانوا. الله يحميكم والله ينصركم إن شاء الله، وإن شاء الله مبارك عليكم هذا يعني العرس الكروي العالمي. مبروك على قطر ومبروك على كل الدول العربية، رفعتوا راسنا، وإن شاء الله المنتخب المغربي إن شاء الله يرفع راسكم في الكرة العالمية إن شاء الله. لما لا فوز بكأس العالم؟ ليش بنحلم؟ احنا عرب، إن شاء الله رفعوا راسكم، احنا عرب. شكرا كثير لكم كل أساتذة، كلكم. تحياتي لكم من المغرب. سناء، هي كلمة واحدة، احنا رفعنا راسنا فيكم يا المغرب. ألف مبروك، تصبحين على خير واحتفالات سعيدة إن شاء الله. الله يحييكم، الله يحييكم، شكرا. الله يحييكم، وإن شاء الله نصبح على كأس العالم. ليش لا نحلم كلنا إن شاء الله، من حقنا نحلم. حقك عندكم هذا المنتخب الجميل وهذا الجمهور الغفير الجميل الكبير، من حقك انك تفرحين وتحلمين بعد. عبد المنعم، مبروك يا عبد المنعم. أخي خالد، شكرا لكم على هذا التنظيم، وشكرا لسمو الأمير محمد الأمير الوالي. نظمتم والله أحلى مونديال في العالم حتى الآن، مونديال رائع. وإلى كل المنتقدين وكل من انتقد وكل من قام بربما أفعال كانت تحاول التأثير على هذا التنظيم الجميل، على هذا العرس الكروي الذي قدمتموه للعالم. شكرا قطر، شكرا لك سيد خالد، شكرا لجميع الضيوف. هذا البرنامج الذي أصبح برنامج المجلس، وحتى وإن كان الرواس بعض المرات السيد الرواس يخرج عن ترتيب الثورات، يقوم يعني نقول يتنرفز أو ربما يقوم بالنرفزة، فإنه يعجبنا أن نرى تلك المشاهد. وشكرا لكم جزيلا، وشكرا للمنتخب المغربي وسط العرب، وشكرا لكم على هذا التحليل الرائع وعلى كل ما قدمتموه لهذا المونديال. وأنتم فعلوا خير على المنتخبات العربية أجمع، وخصوصا المنتخب المغربي الذي لولاكم ولولا هذا التنظيم في دولة قطر ربما لما كان ليصل لهذا الإنجاز الذي حققه. وشكرا جزيلا لكم. ألف شكر لك يا عبد المنعم، وألف مبروك الفوز. نشاهد الاحتفالات الآن مباشرة في هذه اللحظات في درب لوسيل بابتهاج وفرحة بتأهل المنتخب الحبيب المغربي إلى دور الثمانية لأول مرة في التاريخ. اليوم بغض النظر عن اللاعبين وأدائهم القتالي والروح العالية، الجمهور هذا اللي قاعد يحتفل في درب لوسيل هو يحتفل بنفسه، لأنه كان لهم دور عظيم في المباراة. أشرف تفاعل مع كل هجمة، تفاعل مع كل فرصة، مع كل تسديدة، صحيح. مع كل صدة، مع صافرة الحكم، صحيح. مع قطع الكرة، صحيح. يا أخي اسمح لي، يعني شاركوا في المباراة. يعني اللاعب لما كان يفتقد تلك الدفعة البدنية سأقول، كان الجمهور يجيب البطارية ويرجعوا من جديد، خصوصا في اللحظات الصعبة. الجمهور
قدم مستوى رائع ليس فقط في هذه المباراة وإنما المباريات السابقة، لكن هذه المباراة تحديدا عندما كانت إسبانيا تحاول المنتخب المغربي كان له دعم كبير من قبل الجماهير المغربية الرائعة والعربية في كل لحظة، ولهذا موضوع الرقم 12 كان جاهز حاضر أكثر من أي وقت مضى. أعتقد أنك أسامة تشاطرني الرأي. لا 100% يعني جمهور خرافي، خصوصا بعدما تحل المشكل ديال التذاكر اللي عشتيه معايا امس وقبل امس. فاول امس يعني الجمهور اتى باعداد كبيره من اوروبا، من الشرق الاوسط، من الخليج العربي، من المغرب، من جميع البلدان اللي فيها مغاربه، وبالتالي يعني كان رائع بمعنى الكلمه. حتى من يسخن الطرح كما نقول باللغه المغربيه هم أولتراس من الرجاء والوداد، المنشطين. لا انا حكيم قاعد يقول لي من بعيد. نقول لك سيرجيو راموس مسوي. والله شوف الجمهور ما شاء الله خالد. شوف الجمهور